عمركم جربتوا تحمروا البامية قبل ما تطبخوها؟ تعالوا نعمل بقى النهارده وجبتي المفضله واوريكم ازاي عملتها بمعلقه زيت زيتون واحده وطعمها بجد خطير. وهستخدم في وصفه النهارده اير فراير رافال اللي من اهم مميزاتها انها منتج مصري بينافس المستورد بجودتها العاليه مع السعر المناسب. هي 1450 واط 5 لتر وبيكون مرسوم عليها كل برنامج محتاج وقت قد ايه ودرجه حراره كام. بيجي معاها حلتين ضمان 5 سنين وبيجي معاها كمان 10 هدايا ملحقات للاير فراير. ويلا بينا بقى نبتدي وصفتنا ونعمل احلى باميه هتاكلوها في حياتكم. طبعا زي ما احنا متعودين هنعمل البصل على ايدينا. هخرط بصلايه مكعبات صغيره قد ما اقدر وهضرب كيلو من الطماطم في الخلاط وهغسل الباميه واصفيها وبعد كده هحمرها في اير فراير رافال. تحمير الباميه ده هيفرق معاكم جدا انها تحافظ على لونها وهي بتستوي وكمان مش هتمخط معاكم. حمرتها من 6 ل 7 دقايق كده في الاير فراير وكده تكون جاهزه معانا. وفي حله بقى هنزل بمعلقه واحده من زيت الزيتون وهنزل البصل يتشوح، بعد كده رشه من الملح، انزل بالثوم، هكتب لكم التفاصيل كلها تحت الفيديو، وبعدين هنزل بالباميه دي تقريبا وننزل بعصير الطماطم والبهارات